السلام عليكم متابعيني. النهارده هنتكلم على انواع الديرما رولر والفرق في المقاسات بينهم. الديرما رولر زي ما احنا عارفين ان هو بيستخدم لكثافه الشعر، في الشعر عادي كثافه اللحيه، وفي نفس الوقت في بعض حالات الصلع الوراثي والصلع الهرموني. وهنتكلم برضو على الديرما رولر في البشره وطريقه استخداماته. طيب بالنسبه للفرق بين انواع الديرما رولر والمقاسات بتاعته، الديرما رولر بينزل بمقاس نص. نص ده في الشعر عاديه، لو انا بغذي شعر عادي فراغات عاديه او في اللحيه. طيب بالنسبه للمقاس الواحد ده بستخدمه في حالات التساقط وللشعر العادي. طيب الواحد ونص ده لو بالنسبه للنساء اللي هي شعرها طويل، او انا عندي تساقط، عندي صلع وراثي او صلع هرموني. لان هو دوره ان هو بيزود بيحفز بصيلات الشعر وبيوصل للطبقات العميقه. طيب انا بستخدمه مره واحده في الاسبوع. طريقه استخدامه، هو طبعا زي ما احنا عارفين ان هو في نوعين اللي موجودين دلوقتي. طب ايه الفرق بينهم؟ الديرما رولر الذهبي ده عدد الابر اللي فيه بتبقى 192 ابره، ودي اللي هو معمول عليها ابحاث في الاستخدام لتحفيز وكثافه الفراغات وعلاج الصلع وبالنسبه لتكثيف اللحيه. بالنسبه للنوع الثاني المتوفر في مصر برضو ده 540 ابره، وبرضو مدي نتائج كويسه. ده ابره حقيقيه، ده ابره مخروطيه. طيب هنرجع تاني لطريقه الاستخدام. احنا دلوقتي انا بستخدم الديرما رولر. احنا زي ما اتفقنا النص ده للخفيف للتكثيف الشعر. الواحد ده بستخدمه في حالات التساقط والصلع الوراثي. الواحد ونص بستخدمه في حالات الصلع الوراثي او للنساء اللي هي شعرها طويل. طب بالنسبه انا بستخدمه ازاي؟ هو الابر طبعا انا بستخدمه طولي بعد 1 2 3 4 5 6 لغايه 10، وده في الاماكن اللي هي فيها الصلع الوراثي. طيب بعد كده عرضي 10 مرات عرضي، يبقى طولي وعرضي، يبقى انا كده خدت حرف البلس. طيب في طريقه تانية برضو بستخدمه في حرف الاكس، يبقى طولي بجنب وحرف الاكس، يبقى انا عملت حرف البلس وحرف الاكس. طيب في نفس الوقت طب انا هستخدمه انا دلوقتي في حالات اللي هي احنا قلنا النص للشعر العادي، يفضل في اللحيه بستخدم النص او ال75.